ازيك عامل ايه؟ انا عايز محمد. لو انت اول مره تشوفني، ولماذا يجب عليك الاهتمام بالسيو وتهتم بيه ليه وازاي تبدا فيه؟ وده سؤال وجودي من قديم الازل بنساله. لماذا يجب عليك ان تهتم بالسيو؟ ودايما بتقع وتفكر وتقول هتعلم سيو منين وانا انسان من الكهف. فما تقلقش، كلنا انسان من الكهف لحد ما صنعنا الكمبيوتر ودخلنا الإنترنت وصنعنا الذكاء الصناعي. فبقى حياتنا متغيرة 100% بسبب الذكاء الصناعي. وبدأنا نسأل ما هو السيو؟ السيو بكل بساطة يا عزيزي إن أنت بتبقى في مكتبة فيها مليارات من الكتب وبتدور على الكتاب دوت من خلال الاسم والنوع والتاريخ والقسم بتاعه موجود فين. فتبدأ إن أنت تطلع الكتاب بكل سهولة وتوصل له. فهو ده ببساطة السيو على الإنترنت، هي مكتبة بتضم صور، فيديوهات، لينكات، أي حاجة موجودة على الإنترنت هي مكتبة. فعشان توصل للمكتبة دي ازاي بنستخدم البرامج؟ فهنبدأ ازاي نتعلم سيو؟ من خلال الكورس دوت هنوفر تولز واستراتيجيات ونبدأ ان احنا نطبقها. وتلاقي الاستراتيجيات ديت فين؟ عندي على القناة او التليجرام. والتولز هتلاقيها عند دكتور فرفر او هتلاقيها عندي في التليجرام. فما تنساش ان انت تدخل عند دكتور فرفر وتشوف البرامج وتاخد فكرة عنها. وده لسه ما بدأناش أي شرح، دي مقدمة. ورقم 3، بنسأل نفسنا سؤال قبل ما نتعلم أي حاجة أو ندخل في أي حاجة إحنا مش فاهمينها. بنبدأ نتعلم ونقول هو إحنا هنتعلم الحاجة دي ليه؟ أو إيه اللي هتفيدني فيما بعد؟ أو هتفيدني ولا مش هتفيدني؟ فنبدأ نقول الحاجة ديت والله هتفيدني إن أنا أزود المشاهدات بتاعتي على يوتيوب ومشاهدات العميل. وكمان أدخل المقالات عندي أخليها تظهر على جوجل أو جوجل مابس أو في صفحة الفيسبوك أو صفحة تويتر. كل الكلام دوت مرتبط بالسيو، وعشان تبقى عارف أهمية السيو عاملة إزاي. فيا إما تختار دولت يا إما تختار كل ما سبق وتبدأ إن أنت تدوس على نفسك وتفهم كل حاجة. وبس كده، ده حاجة خفيفة النهاردة قبل ما نجهز للشرح. فما تنساش انت تدعي اهل فلسطين، ولو انت اول مرة تشوفني السبسكرايب والكومنت تحت تقول لنا عايز تتعلم ايه.